السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا اول محاضرة تكونوا فهمتوها بتاع الدكتور هدى. هندخل دلوقتي على المحاضرة التانية بتتكلم عن جين اكسبريشن، ودي كانت تبع دكتور احمد ابراهيم في الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنبدأ باول حاجة واول عنوان، يعني ايه الجين اكسبريشن؟ يعني ايه جين اكسبريشن؟ جين اكسبريشن يعني التعبير الجيني. طب يعني ايه التعبير الجيني برضو؟ يعني الجين بيعبر عن نفسه. طب انت ياسمين بتهزري معانا؟ يعني ايه الجين يعبر عن نفسه؟ انا اسالك سؤال، انت ازاي بتعبر عن نفسك؟ يعني مثلا انت ازاي بتخليني اعرف انك اجتماعي، او مثلا اعرف ازاي انك هادي، او انك بتحب القراءه؟ انك بتعمل لي اكشن بيخليني اعرف كده. لو انت بتقرا كتب كتير هعرف ان انت محب القراءه. لو انت مثلا بتنزل الجيم كتير اعرف انت شخص رياضي وبتحب لو انت ليك علاقات كتير يبقى انت شخص اجتماعي، وهكذا. الجين برضو بيعمل نفس الحوار. طول ما الجين عندك في جسمك والجين ده كده مش بيعبر عن نفسه او مش بيدي بروتين ولا ليه اي لازمه. لازم الجين، هو الجين اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن تتابع من النيوكليوتيدات موجوده على شريط من الدي ان ايه، حته كده من الدي ان ايه. الحته دي لو فضلت زي ما هي حته كده على هيئه جين ولا لا اي لازمه في جسمنا. امتى يكون لها لازمه؟ اما يحصل حاجه اسمها النسخ، فتتحول ام ار ان ايه، بعد كده تترجم في السيتوبلازم فيتحول لبروتين. البروتين ده بقى يبدا بقى ايه، يعمل لي الوظيفه اللي هتعبر عن الجين ده. هديكم مثال، مثلا هرمون الانسولين. هرمون الانسولين، جين الانسولين طول ما هو موجود كجين ولا ليه اي لازمه. امتى يبقى انسولين وابدا فعلا استفيد منه؟ اما يبدا يترجم، يتنسخ ويترجم ويتحول لبروتين. البروتين ده اللي هو على شكل هرمون، ما الهرمون ده عباره عن بروتينات. فبيدينا هرمون انسولين بيبدا يطلع من البنكرياس ويبدا بقى ايه، يقلل السكر في الدم. كده ايه، الجين عبر عن نفسه. يبقى انتوا فهمتوا يعني ايه اصلا الجين. اول حاجه كده في البدايه خالص، يعني ايه جين اكسبريشن؟ يعني التعبير الجيني. طيب يبقى هنقرا اول تعريف. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان definition transfer of information from DNA to protein which responsible for anatomical and physiological characteristic of organism phenotype. يعني ايه؟ يعني انا بحول المعلومات من يعني كشكلا في الدي ان ايه ليه تتحول لبروتين، وبتبقى بقى مسؤوله انها تبدا تبرز الصفات بقى الفسيولوجيه او التشريحيه بتاعتها للجسم الكائن الحي. طبعا الصفه اللي هي الفينوتايب اللي هي الصفه ايه، المظهريه اللي بتظهر على ايه، على الشخص ده. تمام كده؟ طيب والجين اكسبريشن بروتين ساينسز ريكوايرد تو ستيب ترانسكريبشن وترانسليشن. يعني ايه ترانسكريبشن؟ يعني النسخ، وترانسليشن يعني الترجمه. وده اول سؤال هيجي لنا في امتحان من الترم سنه 2023. يجي يقول لي كده ايه الخطوتين الاساسيتين اللي عشان نبدا نشتغل بهم ان احنا نحول الجين للجين اكسبريشن عموما، اللي احنا نحول الجين للبروتين. ترانسكريبشن وترانسليشن جايه في الامتحان دي. ترانسكريبشن والترتيب، ترانسكريبشن الاول بعد كده ترانسليشن عشان هيعكس هتسمع كلامي هيعكس. طيب ده بالنسبه لاول حاجه. طب ماشي يا ياسمين، لا احنا فهمناك. طب احنا بقى ازاي هنعمل الحوار ده؟ يعني انت قاعده تقولي ان احنا عندنا الدي ان ايه بيحصل له ترانسكريبشن بعد كده ترانسليشن تحول بروتين عشان يبدا يبين ويظهر صفاته. طيب احنا بقى ازاي، احنا عايزين المرحلتين دول نفهمهم ازاي بيقدر يعمل كده. طيب هو والله كده حته فاضيه عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. احنا عندنا هو الدي ان ايه، نصغر الخط شويه. تمام. احنا عندنا الدي ان ايه بيحصل له ايه، بيحصل له عمليه اسمها ترانسكريبشن علشان يتحول لي لام ار ان ايه. تمام. بعد كده كل ده بيحصل فين؟ في النيوكليس، في النواه، صح كده؟ طيب بعد كده الام ار ان ايه ده هيعمل له حاجه اسمها ترانسليشن اللي هي الترجمه، فيتحول لبروتين. ده في السيتوبلازم. ده بيحصل فين؟ في السيتوبلازم. تمام كده؟ طيب احنا بقى عايزين نعرف بس كده الاول الدي ان ايه ده اهو ازاي بيتحول لام ار ان ايه بعمليه الترانسكريبشن في النيوكليس. الحته دي ازاي بتحصل؟ طيب تعالوا بقى كده نفهم الحته دي ازاي بتحصل. اول حاجه كده الدي ان ايه في عندنا مشكله صغيره. احنا عارفين ان الدي ان ايه عباره عن دبل ستراند، صح؟ دبل ستراند. يعني ايه دبل ستراند؟ يعني بتكون من شريطين. بيبقى مثلا في شريط من 5 شرطه ل3 شرطه. اغير اللون عشان اللون شكله ماشي حلو. ده من 5 شرطه ل3 شرطه، والشريط التاني بيبقى من 3 شرطه ل5 شرطه، بيبقوا معكوسين. ده بالنسبه للدي ان ايه. طب بالنسبه للام ار ان ايه اللي احنا عايزين ننسخه، لا ده بيبقى شريط واحد، صح كده؟ طيب فده اول مشكله. المشكله ان احنا كده الدي ان ايه مش هننسخه من الشريطين لان ده دبل ستراند وده سنجل ستراند، صح ولا ايه؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ المشكله ديت هنحلها ازاي؟ هو الام ار ان ايه عايز يطلع من الدي ان ايه. طب هنعمل ده ازاي والدي ان ايه ده دبل وده سنجل؟ بكل بساطه هينسخ بس من شريط واحد والتاني مش هيتنسخ منه. الشريط اللي هيتنسخ منه بنسميه انتي سنس.
او بنسميه ايه تاني، او بنسميه كودينج. مهمه قوي دي، هتيجي في الامتحان. يبقى الشريط اللي احنا بننسخ منه بيبقى اسمه ايه؟ انتي سنس او كودينج. والشريط التاني اللي ملوش لازمه مش بننسخ منه، العكس بقى، اسمه نون كودينج او سنس. تمام. يبقى احنا كده حلينا اول مشكله، ان الدي ان ايه دبل والام ار ان ايه سنجل. فلقينا الدي ان ايه دبل، فاحنا عايزين هننسخ بس من شريط واحد اللي هو اسمه ايه؟ الانتي سنس او الكودينج. الشريط التاني بيبقى نون كودينج وسنس. ده حته مهمه وهتيجي ان شاء الله في الامتحان. طيب جميل قوي. ماشي يا ياسمين. طب هو بقى ايه المشكله التانيه؟ خلاص احنا كده عرفنا ان احنا هننسخ من ايه؟ من الشريط اللي هو اسمه هنكبره بقى كده، نعمله باللون الاحمر. شريط كده اسمه ايه؟ اسمه انتي سنس او كودينج. طيب ماشي. المشكله ايه بقى التانيه بعد كده؟ في مشكله تانيه واجهتنا. طب هو اما احنا بقى ازاي اصلا، ايه اللي هيخلي، ايه الحاجه او الانزيم اللي هيساعد ان الام ار ان ايه ده يتنسخ من الانتي سنس او كودينج؟ انزيم اسمه الار ان ايه بوليميريز. تمام كده. ده الانزيم اللي بيعمل لي ينسخ لي الشريط من الام ار ان ايه على الشريط بتاع الدي ان ايه اللي هو الانتي سنس او كودينج. تمام. طب احنا بقى عايزين نعرف الار ان ايه بوليميريز ده، نعرفه كده شويه، وازاي هيعمل الحوار ده. يعني هو ازاي هينسخ، هيطلع الام ار ان ايه من الشريط الدي ان ايه. طيب اول حاجه كده عايزاك تعرفوها ان الار ان ايه بوليميريز ده الاستراكشر بتاعه فيه كذا حاجه كده. بيبقى فيه الفا، بيبقى فيه بيتا، بيبقى فيه بيتا داش، وبيبقى فيه حاجه اسمها سيجما سب يونت. حاجه اسمها ايه؟ سيجما سب يونت. مهم قوي ده عشان هتيجي في الامتحان. طب ايه بقى هي السيجما سب يونت دي؟ السيجما سب يونت دي، طب هو دلوقتي اللي احنا قدامنا اهو الشريط بتاع الانسنس والكودينج. انا هحط نفسي مكان الار ان اي بوليميريز وانا واقف قدام بتفرج انا على الشريط. طب ما انا عايز انسخ، طب انا هنسخ ازاي او هبدا منين؟ انا عايز اعرف انا هبدا منين. فانا كار ان اي بوليميريز عندي تركيب معين في جسمي اسمه السيجما سب يونت. دي كده حاجه شبه اللمبه بترشدني ان انا هبدا في المنطقه دي. حلو كده. يبقى ايه هو اللي بيساعد الار ان اي بوليميريز ان يشوف المنطقه اللي هيبدا من عندها؟ السيجما سب يونت اللي موجوده في تركيبه اصلا. طيب السيجما سب يونت ده هتساعده ازاي؟ في منطقه بتكون موجوده على الانتي سنس كودينج اللي هو الشريط بتاع الدي ان ايه ده، بنسميها ايه؟ بنسميها بروموتور. دي منطقه البدايه. منطقه البروموتور ديت السيجما سب يونت بتتعرف عليها. فاول ما السيجما سب يونت اللي موجوده في الار ان اي بوليميريز تتعرف على المنطقه دي، دايركت على طول الار ان اي بوليميريز بيعرف هو هيبدا فين بالظبط. طيب هل الار ان اي بوليميريز هينسخ من اول البروموتور؟ يعني البروموتور هيتنسخ؟ لا لا لا، الكلام ده ما يحصلش. امال ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل بقى في الحوار ده؟ عايزين بس كده لون تاني، لحظه واحده. طيب اللي يحصل ان منطقه البروموتور دي مش بتتنسخ. بيبدا الار ان اي بوليميريز يسيب اول 2 نيوكليوتايد، ما بيبداش برضو باثنين، بيبدا من بعد الاثنين. يبدا بقى من هنا يبدا ينسخ شريط الام ار ان اي. حلو كده. يبقى اول حاجه اللي بيحصل تاني، يبقى انا كل اللي قلته ان الار ان اي بوليميريز ده في حاجه اسمها سيجما سب يونت، هي اللي بترشده وتعرفه ان في منطقه اسمها البروموتور انت هتبدا من عندها. بس الثاني البروموتور ديت بيحصل لها ايه؟ البروموتور دي عمرها ما هتتنسخ، بيتنسخ بعد 2 نيوكليوتايد من البروموتور. يبدا بقى في المنطقه دي يبدا يتنسخ الام ار ان اي. طب يا ياسمين ازاي السيجما سب يونت اصلا بتعرف البروموتور؟ يعني هو البروموتور دي يعني عامله فيها في نفسها ايه عشان السيجما سب يونت دي تعرفها؟ بقول لك البروموتور دي عامله شبه العروسه، دي بتبقى مزوقه نفسها كده ومظبطه نفسها وبتبقى متلمعه، بحيث السيجما سب يونت اول ما تشوفها تلمعها على طول وتبدا تخلي الار ان اي بوليميريز يبدا من بعدها. بيبدا من بعدها مش من عندها. طيب ازاي بقى بتبقى متلمعه؟ ما ايه بتلمع دي؟ بصوا يا جماعه، بقول لك ان منطقه البروموتور ديت، البروموتور الترتيب بتاعها بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى عامله A T A G C T A T، والترتيب ده غلط في المنصه. الترتيب ده اهو جاي في الامتحان عشان غلط في المنصه. A T A G C T A T. ما تيجوا كده ننسخها، يعني لو هننسخ الايه هتبقى ايه؟ T، والتي A T C G A T A. لو جيتوا قراتوا من اليمين، يعني بصوا لو قلتوا A T A G C T A T هي A T A G C T A T. لو قرأتها من اليمين والشمال زي ما هتقرأها من الشمال لليمين، وبالتالي دي اكتر حاجه بتميزها فيها، بتميزها حته القراءه دي. طب حته اللي هي القراءه دي بنسميها باليندروميك، بنسميها باليندروميك. واللي اكتشف الحوار ده عالم كده اسمه ايه؟ اسمه برينو. البي سايلنت ما بتتنطقش. برينو. تمام. برينو. حلو. يبقى
انا عايزه اعرف برضو، يعني انت دلوقتي بتقولي ياسمين ان السيجما سب يونت الموجوده في الار ان اي بوليمريز هي اللي بتعرفنا منطقه البروموتور اللي هيبدا من بعدها ينسخ. طب البروموتور دي بيعرفها ازاي؟ انها عندها حاجه اسمها البالندروميك. البالندروميك دي اللي اي تي اي جي سي تي اي تي. انت هتبدا يعني انت هتقراني من اليمين والشمال زي ما هتقراني من الشمال لليمين، ودي حاجه بتميزها فهي بتعرفها. الحاجه الثانيه مين اللي اكتشف الحوار ده؟ عالم اسمه برينو. تمام كده؟ طب حلو قوي، لا جميل، احنا كده بدانا نفهم والدنيا ماشيه زي الفل. هو كده عرفنا ان هو بدا من المنطقه دي، بدأ من المنطقة ديت، بعدها 2 وفضل ماشي. هيحصل حركة غدر بعد أول 8 نيوكليوتيدات. يعني هو قاعد ينسخ ماشي. بعد أول 8 نيوكليوتيدات إيه اللي هيحصل؟ منطقة الموتور دي هتختفي، هتقول له السلام عليكم بقى، سكة السلامة أنا ماشي. يبقى بعد 8 نيوكليوتيدات البروموتور ده هيحصل لها إيه؟ هتجري، مش هيلاقي لها أصلا. تمام؟ طيب هو هيفضل ماشي كده ماشي. طب هو يعني هيفضل ماشي لما لا نهاية؟ مش هيقف. الأول كده قبل ما أقول الحتة ديت، الحتة اللي جاية دهيت جاية في الامتحان، بيقولك ان هو بيبني 50 نيوكليوتيدة كل ثانية. فاكرين يا شباب في الترم الاولاني لما كنت قاعده اقول لكم تنين المجنح 750؟ فاكرين انت الحوار ده؟ فعايزين بقى، ايوه افتكرت. فعايزين نعرف ان الار ان اي بوليميريز بيبني الام ار ان اي 50 نيوكليوتيدة كل ثانية. الرقم ده جاي في الامتحان. انا بقى في اخر المحاضره هقول لكم كده على انا عايزاك تطلعوا ب 10 اسئله. 10 اسئله دول هتلاقوهم في الميد تيرم، انا كاتباهم وهقولها لكم في الاخر عشان نبقى على نور كده من الاول. طيب ماشي، حلو قوي، جميل، احنا كده عرفنا. طيب 50 نيوكليوتيد في الثانيه، بيقول لك بقى ايه؟ ان بعد 8 نيوكليوتيدات البارسال بروموتور ده يبدا يختفي. حلو. طب هو بقى ياسمين هيفضل ماشي كده ماشي يعني ما فيش حاجه توقفه. طب امتى هيقف بقى؟ يعني امتى هيقف عشان الام ار ان ايه يطلع؟ بيقول لك هيقف عند منطقه اسمها ايه بقى؟ تتوقع كده يبقى اسمها ايه؟ يعني انا بقول بروموتور يبقى منطقه اسمها ايه؟ يلا ترمينيتور يا جماعه. ايه يا شباب؟ ترمينيتور بروموتور ترمينيتور. ايه الكرييتيف في كده؟ ايه الكرييتيف في كده؟ هو ترمينيشن يعني ايه؟ مش يعني نهايه. ترم دي مش نهايه الترم اللي عندنا يوم 18، مش دي نهايه الترم برضه ولا ايه؟ ايوه، فاسمها ترمينيتور. طب المنطقه الترمينيتور دي اول ما بيشوفها ايه؟ بيقف. طب ايه اللي بيعرفها بقى؟ طب احنا عرفنا البروموتور ديت السيجما سابيونت هي اللي بتعرفها. طب الترمينيتور ديت مين اللي بيعرفها؟ حاجه اسمها الرو فاكتور. حلو كده. الرو فاكتور ده اللي بيعرف ان الام ار ان اي تقف عند الترمينيشن او الترمينيتور. تمام كده. احنا الحمد لله كده قدرنا نطلع الام ار ان اي بحاجه جميله جدا وبخلص كل الكلام ده بيحصل في النيوكليس. يبقى بس كده ايه، عايزاك تقولوا لي القصه كامله الاول نسترجعها تاني. احنا دلوقتي قلنا ان الدي ان اي دبل ستراند والام ار ان اي سنجل ستراند. الدي ان اللي هو دبل ستراند ده بيحصل اول حاجه عندنا شريطين. الشريط اللي بيتنسخ منه اسمه ايه؟ الانتي سنس او الكودين، والتاني السنس او النون كودين. طيب هيخليها بقى ايه في الانتي سنس او ايه او الكودين. انا كار ان اي بوليميريز ده اهم انزيم. ار ان اي بوليميريز واقف كده انا محتار مش عارفه ابدا منين في الشريط ده، فساعتها عندي حاجه اسمها سيجما سابيونت دي في ستراكشر جوايا انا بتعرفني منطقه البروموتور اللي ببدا من عندها. طب منطقه البروموتور ديت ايه المميز فيها؟ حاجه اسمها ايه؟ بالندروميك. الترتيب بتاع ايه؟ اي تي اي جي سي تي اي تي. الترتيب ده مهم، واللي اكتشف الحوار ده اسمه ايه؟ برينو. تمام. طب حلو. هل انا هعمل ترانسكريبشن عند البروموتور ولا بعدها؟ لا بعدها باثنين نيوكليوتايد ببدا ايه؟ اشتغل انسخ بقى الام ار ان اي. افضل ماشي بسرعه كام؟ 50 نيوكليوتيدة في الثانيه. تفضل ماشي. بعد 8 نيوكليوتيدات البروموتور تبدا تهرب، ما بتبقاش موجوده. طب انا فاضل ماشي بنسخ. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيوقف لي منطقه اسمها الترمينيتور. الترمينيتور ديت مين اللي بيعرفها لي؟ حاجه اسمها الرو فاكتور. اول ما بتوقفها لي كده الام ار ان اشتغل. طيب في حاجه بس عايزه اقولها لكم، الحته ديت ما اتقالتش في المحاضره. طب هو ياسمين هو اللي بتنسخ بس الام ار ان اي؟ لا يا شباب، اللي بتنسخ الام ار ان اي والتي ار ان اي والار ار ان اي، لكن اللي بيكمل للترجمه هو الام ار ان اي. يعني احنا عندنا اما بنيجي ننسخ مش بننسخ الام ار ان اي بس، دي معلومه غلط، ده احنا بننسخ الام ار ان اي والتي ار ان اي والار ار ان اي، كل الانواع بتتنسخ. امال ايه اللي طب احنا ليه بنقول بس ام ار ان ايه؟ لان ده الحاجه الوحيده اللي بتكمل معانا في مرحله الترانسليشن اللي هي مرحله الترجمه اللي هي بنجيب البروتين يعني في السيتوبلازم. حلو كده. طيب جميل كده، خلاص بقى معانا شريط الام ار ان ايه والدنيا لذيذه اهي. طب احنا هنعمل ايه بعد كده؟ هل الام ار ان ايه هيطلع معفن كده؟ ايه معفن؟ تشتمينا ايه معفن؟ هو كده معفن الام ار ان ايه كده شكله معفن قوي كده، ما ينفعش يطلع السيتوبلازم كده، لازم كده ننضفه ونوضبه. لسه بيبي لسه مولود بالغشاء بتاعه، عايزين بقى ننضفه.
هنعمله 3 حاجات. تضحكوا ليه؟ هنعمله 3 حاجات. طيب هنعمل له اول حاجه اسمها هنحط له كده طاقيه. حلو. وهنحط له ديل ايه بيوقع، هنحط له ديل ايه في الاخر. تمام. وهنعمل حاجه ايه؟ يبقى احنا اول حاجه نحط له طاقيه. تمام. انا بس اقول لكم الموضوع كده بالعاميه وبعدها نقرا الكلام ده تاني. هنحط له طاقيه وهنحط له ديل ايه كده. ماشي. وعندنا مناطق، في مناطق كودينج ومناطق ايه نون كودينج. مناطق الكودينج دي بنسميها اكزون مش اكزون. اكزون مش عايزه اقلب معاكم المواجهه في الهيستولوجي. دي اسمها اكزون مش اكزون، نركز بقى. طيب والنون كودينج بنسميها ايه؟ يلا. ايوه الله اكبر، انترونز. طيب احنا هنشيل الانترونز دي خالص ونسيب بس ايه الاكزون اللي هي كود. حلو. يبقى احنا جاي نعمل 3 حاجات. هنحط له كاب والديل وهنشيل ايه؟ هنشيل النون كودينج. حلو كده. كده بقى جاهز وبقى مستعد ومهندم ان هو يطلع بقى للسيتوبلازم. حلو. طب بس عايزين نفهم شويه حاجات. ايه هو ليه الديل ده اهميته ايه والكاب ده اهميته؟ يعني احنا ليه بنعمل الحاجات دي؟ الديل ده كان عندي في ثالثه ثانوي. ايوه الله اكبر، كنت لسه اقول. طب كان بيعمل ايه في ثالثه ثانوي؟ كان بيمنع الانزيمات تتعرف على شريط أيوة. الار ان اي وتكسره. حلو قوي. لا سقفوا الشهاده يا شباب. السيتوبلازم احنا عارفين ان هو ملم بالانزيمات، فعلشان الام ار ان اي ده لسه بيبي نون، فاحنا عشان نطلعه بره ما ينفعش نطلعه عريان كده، لازم يبقى عندنا حاجه بتحميه عشان لما يطلع بره الانزيمات دي ما تحللوش. فده اللي بيشتغل بيه. طب في حاجه برضو في اهميه تانية حد عارفها؟ ان الكاب ده والاي اي ديت بيساعدوا ان هو يمر بالثقوب اللي بتكون موجوده في النيوكلير انفولف في الغشاء بتاع النواه، تساعد ان هو يطلع من النيوكليوس يروح للسيتوبلازم. يبقى دي حاجتين مهمين قوي 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 في حته الاهميه دي. تمام. وبيقول لك كمان ان هو كمان بيساعد الريبوسوم ان هو يعمل يعني ترانسليشن في السيتوبلازم برضه. يبقى اصلا هنقراهم في البي دي اف دلوقتي. تمام. طيب كده احنا الحمد لله بقى معانا ام ار ان ايه ووضبناه وهندمناه وطلع السيتوبلازم. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ القصه يعني كده خلاص القصه انتهت؟ لا، في بس لسه خطوه صغيره. بقول لك ان البروتين، وركزوا الحته ديت علشان بيحبها قوي دكتور احمد، بقول لك ان اول خطوه في البروتين بنسميها تشارج. حلو. ايه التشارج دي بتخلي الامينو اسيدز اللي هي الصغيره، الكور الصغيره، بتخلي التي ار ان ايه يتحمل على الايه، يعني الامينو اسيد دي تتحمل على التي ار ان ايه عشان يبدا يعمل ايه، يعمل ترانسليشن. وانا هسيب لكم فيديو في اول كومنت او في الديسكريبشن بوكس هيوضح لكم العمليه دي بالظبط. طيب مين بقى الانزيم المهم اللي بيساعد ده، اللي بيساعد على الحوار ده؟ دي في اول خطوه فين؟ في البروتين اللي هي اسمها ايه؟ اسمها تشارج. اسم ايه بقى الانزيم ده؟ عشان اسمه بيتعبني انا نفسيا. اسمه ايه؟ اسمه امينو اسيل سينسيتيز. ده هو جاي في الامتحان. امينو اسيد سينسيتيز. افتكروه بحته امينو لانه بيحمل امينو اسيد على التي ار ان اي، فامينو اسيد سينسيتيز ده الايه، ده الانزيم اللي بيعمل الحوار ده. طيب الانزيم ده بيشغل بمعدل قد ايه؟ الار ان اي بوليمريز كنا بنقول 50 نيوكليوتيد في الثانيه، ده شغال بمعدل 2 نيوكليوتيد في الثانيه، 2 بس. تمام. ده كده اهم الحاجات كده في المحاضره، حبيت اجمعها لكم كده، احنا يعتبر المحاضره اتفهم. طيب كده طبعا ده كده احنا ما خلصناش كده المحاضره، احنا كده الحمد لله عرفنا الدي ان ايه ازاي بيتحول ام ار ان ايه وبيروح للترانسليشن والدنيا لذيذه كده المحاضره وقفت. طب احنا بقى عايزين نقرا الكلام ده من ايه؟ من البي دي اف عشان نعرف هنذاكر ازاي. طيب هو ده بقى له قد ايه كده؟ ماشي، يلا بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده ايه نقرا البي دي اف تاني من اول حاجه خالص. اول حاجه بيقول لك ان الديفينيشن ان transfer of information from DNA to protein which responsible for anatomical and physiological characteristics للاورجانيزم اللي هي الفينوتايب. وانا فهمت الكلام ده وقلت اهم حاجه الترانسكريبشن والترانسليشن. تمام. طيب بعد كده اهوت برضو الدكتوره بتوضح، قال لك ان الدي ان ايه بيعمل له ترانسكريبشن فيتحول لام ار ان ايه. هو بص مش حاطين ام ار ان ايه لان الترانسكريبشن بيبقى ام او ار او تي. شفتوا بقى الرسمه دقيقه. بعد كده بقى الار ان ايه اللي هو بقى مين بقى؟ الام ار ان ايه بقى هو اللي هيتحول بعمليه الترانسليشن لبروتين عشان يبدا يعبر عن ايه، عن صفاته. وبقول لك بوست بقول لك بقى الحته دي مهمه قوي. Both transcription and translation process as well as replication depend on base pairing affinities between complementary nucleotides. يعني ايه الكلام دي؟ على فكره الحته دي هتيجي في الامتحان، يقول لك ان عمليتين الترانسكريبشن والترانسليشن بيعتمدوا على ديبند اون نقط، فانت هتقول البيس بيرنج اللي هي الكلمه دي. طب يعني ايه بقى الحته دي؟ يعني مثلا انا لو عندي اي سي جي فلو عايزه انسخها بتبقى ايه؟ الاي هتبقى بقى يو،
GC هي دي الحته بتاعت البيس بيرنج اللي هي بيعملهم كومبلمنتري، اللي هي يعني تبقى القواعد متكامله ومتوافقه مع بعضها. يبقى مهم اول حته ده هتيجي انها بتبقى ديبند اون ايه؟ البيس بيرنج افينيتيز بتوين الكومبلمنتري نيوكليوتايد. تمام. طيب نكمل. بعد كده بدأ بقى يقول لك في عندنا شويه حاجات اساسيه احنا محتاجينهم في عمليه الترانسكريبشن. بيقول لك اول حاجه اللي احنا عايزين دي ان ايه تمبليت، القالب بتاع الدي ان ايه اللي هننسخ منه. الحاجه الثانيه عايز الار ان اي بوليمريز انزيم، ده اهم انزيم ده اصلا اللي بيبدا يشتغل. تمام. وبيقول لك كمان ان احنا عايزين الرايبونيوكليك، عايزين الطوب بقى، ده الطوب اللي احنا نبدا هيبدا الار ان اي بوليمريز هو اللي يبدا يشتغل من عليه، اللي هي بتبقى الادينين واليوراسيل والجلوسيتوزين. اللي قلنا يوراسيل لان احنا بننسخ ام ار ان اي. تمام. فعايزين يوراسيل، محدش يقول صايمين خالص. وطبعا عايزين برضو اللي هو مغنيسيوم يعني كاتاليست، يعني كعامل حفاز مش اكتر. طيب اول حاجه اللي هو الدي ان اي تمبليت، بيقول لك ان structural للجين النيوكليوتايد سيكونس اوف جين which transcribed into mRNA. يعني احنا عندنا شويه نيوكليدات موجوده اللي هو الجين يعني موجوده على الدي ان ايه، بنبدا نسخها فتتحول لام ار ان اي. اظن الكلام بسيط ما فيهوش حاجه. طيب it is found on one of two strand of DNA. This strand called antisense او coding strand، لكن التاني بيبقى sense strand. يعني بيقول لك ان احنا عندنا اللي بيتنسخ منه اسمه ايه؟ antisense او coding، اللي ما بيتنسخش منه السنس. جميل، حلو قوي. بعد كده ده بالنسبه للدي ان اي تمبليت. بعد كده قال لك اظن الكلام بسيط اهو. الار ان اي بوليميريز التعريف بتاعه بيقول لك ان هو ذا انزيم ريسبونسبل فور ساينسز اوف نوت اونلي ام ار ان اي بات اولسو ار ار ان اي اند تي ار ان اي ديبندنج اون دي ان اي تمبليت. دي بقى الملحوظه اللي بقولها لكم ما قالهاش دكتور احمد في المحاضره، ان احنا كل اللي بيتنسخ ام ار ان اي وتي ار ان اي وار ان اي، لكن اللي بيكمل معانا بس هو فممكن يجيبها لنا عادي جدا بما انها ذكرت في المنصه، ده حاجه ما تعيبوش. ممكن يقول لك ايه ان احنا بنعمل ساينسز نوت اونلي ام ار ان اي، يعني ممكن مثلا يشيل نوت دي ويحط لي اونلي ام ار ان اي ويقول صح ولا غلط. كتير قوي يقول صح مع انها غلط. لا ده احنا لازم برضو الام ار ان اي مع الار ار ان اي مع تي ار ان اي كلهم طبعا ديبند اون ايه؟ الدي ان اي تمبليت اللي هو القالب بتاعه. طيب بعد كده عمل لي مقارنه لذيذه ما بين الار ان اي بوليميريز والدي ان اي بوليميريز، واظن انتوا اكيد فاكرين الدي ان اي بوليميريز بالترم الاول اكيد. يا رب يا رب انا اتمنى والله. طيب اول حاجه الار ان اي بوليميريز ده كان ايه؟ رايبونيوكليوتايد، لكن الدي ان ايه؟ دي اوكسي رايبونيوكليوتايد. طبعا دي اوكسي عارفين ان بنزع اكسجينات. طيب هل ده محتاج او اتش فري اند؟ يعني هل هو اصلا سنجل واحد، يعني هو سنجل ستراند واحد، فمش محتاج اي حاجه في النهايه بتاعته، مش محتاج الاو اتش، مش محتاج حاجه تساعده. فاكرين يا شباب بليا؟ حد فاكر بليا؟ فاكرين لما كنت بقول لكم دي ان ايه بوليميريز 3 ده كان الاهم حاجه في العمليه بتاعه الترانسكريبشن بتاع الدي ان ايه، الدي ان ايه ابلكيشن. كنت بقول لكم بس هو عنده مشكله بس صغيره انه ما بيعرفش يحط اول طوبه، وكان اللي بيحطها بليا كان اسمه ايه؟ برايميز. لو انتوا فاكرين اللي كان بيحطها الطوبه ديت كان اسمه برايميز. فيقول لك بس يا بليا حط لي اول طوبه وانا من 700 ل 750 في الثانيه هطير انا بقى. فاكرين انتوا الحوار ده؟ فعندنا طب هل ار ان اي بوليميريز كان محتاج بليا؟ لا ده هو اشتغل لوحده. هو اول ما اللي هو البروموتور بعدين اشتغل لوحده، ما كانش محتاج بليا ولا حاجه. فده نوت نيد الاو اتش فري، لكن ده بيبقى عايز. تمام كده؟ طيب طبعا الاثنين عايزين دي ان اي تمبليت والاثنين عايزين مغنيسيوم اظن ككاتاليست يعني. تمام. لا انا مبسوطه انتوا فاكرين والله. طيب بعد كده بقى بدا يا الصفحه دي عامله كده ليه؟ ماشي. بعد كده بقى بدا يكلمني على الار ان اي بوليميريز، وقال لك ان الار ان اي بوليميريز ده بيتكون من حاجه مهمه قوي اسمها السيجما سب يونت، وفي حاجه اسمها الكور انزيم. هقول لكم الكور انزيم ده ايه. فاكرين لما كنت بقول لكم السيجما سب يونت عرفتها البروموتور، وبدا بقى ايه هو يفضل ماشي 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 بمعدل 50 نيوكليوتيد في الثانيه. طول ما هو ماشي كده بقى بنسميها كور انزيم. الانزيمات دي كلها بتبقى اسمها كور انزيم، ما تبقاش بقى سيجما سب يونت. تمام. سيجما سب يونت اصلا البروموتور تختفي بعد ال8 نيوكليوتيدات. فتعالى بقى نقرا كده مهمه قوي. يا لهوي جاي في الامتحان، تعرف ده جاي في الامتحان. بقول لك ايه بسم الله. بقول لك ايه هو وظيفه السيجما سب يونت؟ انها play a regulatory function in recognition of point on DNA template where transcription initiate promoter. يعني ايه؟ السيجما سب يونت بتتعرف لي على منطقه البروموتور. حلو. والبروموتور مش بيتنسخ من بعده. يبقى السيجما سب يونت هي عباره عن بتعمل حاجه اسمها recognition، بتعملي ريكوجنايز للبروموتور بس مش اكتر. بتقول له بس روح عندنا، هي بتعرفها بس مش اكتر. تمام. فدي مهمتها. بقول لك اهو ان السيجما سب يونت removed from enzyme after being of the mRNA synthesis without loss of catalytic activity and the process completed and the direction of core enzyme. يعني من الاخر بقول لك بعد ال8 نيوكليدات البروموتور ده تختفي، بعد كده يبدا يكمل الكور انزيم بقى للاخر. ماشي. طيب بعد كده بقول لك ايه عندنا بقى التايبس.
عندها 3 انواع. each type RNA has its specific type RNA polymerase. يعني بيقول لك الحته دي معناها ايه يعني احنا عندنا التي ار ان اي بيبقى ليه انزيم معين ار ان اي بوليمريز معين بيبدا ينسخه. الام ار ان اي ليه ار ان اي بوليمريز معين بيبدا ينسخه. الار ان اي وهكذا. يعني مش الثلاثه بيتنسخوا من انزيم واحد، لا كل واحد بيبقى مخصص بانزيم معين. الحته دي برده ما اتقالتش في المحاضره. تمام. طيب نكمل. بعد كده بقول لك الدايركشن اوف بيلدينج ده انا نسيت اقولها لكم. دايما الام ار ان اي بيبقى من 5 شرطه 3 شرطه. يعني بصوا كده، يعني احنا كنا عندنا الدي ان ايه كنا قلنا 3 شرطه 5 شرطه و5 شرطه 3 شرطه، صح كده؟ الشريط اللي هو من 3 شرطه 5 شرطه ده اللي هو الكودينج. تمام، ده اللي هو النونسنس. بيتنسخ بقى من عليه الام ار ان ايه، وساعتها هيكون الام ار ان ايه عكسه 5 شرطه 3 شرطه. يبقى دايما الام ار ان ايه بيبقى من 5 شرطه ل 3 شرطه، والشريط اللي هو بتاع الدي ان ايه اللي بيتنسخ من عليه اللي هو الكودينج اللي هو الانتسنس بيبقى من 3 ل 5. مهمه قوي دي. يبقى الدايركشن بيلدينج ات اد اللي هي 5 شرطه نيوكليوتايد 2 3 شرطه او اتش اند اوف جروينج بولي نيوكليوتايد تشين وران اون ذا تمبليت دي ان ايه انتي سنس اوف ريدنج ان ايه 3 شرطه 5. يعني الدي ان ايه تمبليت بيبقى من 3 شرطه 5 شرطه، لكن الار ان ايه بيبقى العكس من 5 ل 3. مهم كده. اظن يعني ان شاء الله كان بيبقى بسيط. طيب هنبدا بقى نعرف الخطوات. كده احنا عرفنا المتطلبات بتاعه الترانسكريبشن. كان ايه المتطلبات؟ عايزين دي ان ايه تمبليت، عايزين ار ان ايه بوليمريز، عايزين مغنيسيوم، وعايزين ايه كمان؟ وعايزين الطوب بقى اللي هو اليوراسيل والادينين والجوانين والكلام ده كله. طيب بعدها بقول لك ستيب انفولفد ان ترانسكريبشن. عايزين بقى نعرف الخطوات. انا شرحت لكم الخطوات بالبلدي، عايزين بقى نعرف بشكل عملي شويه، وكل خطوه من اللي قلتها دي لها اسم. تمام. فبقول لك اول خطوه اول خطوه ماشي اول خطوه عندها اسمها التمبليت بايندينج. التمبليت بايندينج دي اللي هيبقى الدي ان ايه هيبدا يقفش في، يعني هيبداوا يقفشوا في بعض كده عشان يبدا عمليه النسخ. بعد كده عندها حاجه اسمها التشين انيشيشن. بعدها يعني ايه تشين انيشيشن؟ ان هو يبدا يعمل ترانسكريبشن بس لسه بادئ يعمل ترانسكريبشن. بعد كده تشين الونجيشن يبدا بقى يطول في السلسله. بعد كده تشين تيرمينيشن اللي هي بتاعه الترمينيتور اللي هو يبدا يكسر بقى يوقف. حلو كده. يبقى الاربع خطوات: تمبليت بايندينج، تشين انيشيشن، تشين الونجيشن، وتشين تيرمينيشن. حلو. طب نمسك بقى كل خطوه نعرفها بالتفصيل. اول حاجه التمبليت بايندينج بيقول لك بيفور ترانسكريبشن كان بينج ان الحته دي مهمه قوي. بيقول لك إيه الموضوع مختلف شويه في الايوكاريتس عن البروكاريت. طبعا انتوا عارفين الايوكاريتس اللي هي حقيقه نواه، والبروكاريتس ايه اوليات النواه. تمام. فبقول لك هنا اللهم صعب. هو انا قلت لكم في البدايه خالص ايه اللي بيحصل؟ ان الار ان اي بوليمريز بيبدا عندنا حاجه سيجما سب يونت تبدا تعرف على البروموت ويبدا يشتغل. بس الموضوع ده مش موجود في كله. يعني الموضوع ده بيحصل بالظبط زي ما انتوا قلتوا في اللي هي البروكاريوت اللي هي زي البكتيريا. لكن في مثلا حقيقات النواه اللي هي الايوكاريوت ما بتحصلش كده. لا ده بيقول لك بيقول لك ان الار ان اي عن طريق السيجما سب يونت بيرتبط بحاجه اسمها ترانسكريبشن فاكتور. هما الاثنين بيرتبطوا ببعض بالبروموتر. يعني ايه الكلام؟ انا تهت الار ان اي اللي هو بوليمريز ده عنده سيجما سب يونت. حلو. فعندنا حاجه اسمها ترانسكريبشن فاكتور اللي هي عامل النسخ. عامل النسخ ده شايفين عامل النسخ بترتبط بالسيجما سب يونت. بعد ما ترتبط بالسيجما سب يونت يبدا بقى يعرف البرمودا. يعني السيجما سب يونت مش لوحدها يعني في حقيقات النواه ما بتعرفش تتعرف لوحدها، لازم ترانسكريبشن فاكتور. لكن في البكتيريا لا عادي. حلو جدا. دي حته برضو مهمه دكتور احمد بقى لهاش في المحاضره، يبقى جايه في الامتحان خصوصيتها نحفظها بقى. تمام. يبقى بقول لك بيفور ترانسكريبشن كان بيجي ان الايوكاريوت بروتين كولد حاجه اسمها ترانسكريبشن فاكتور. مهمه قوي دي. ترانسكريبشن فاكتور اهي اللي اسمها عوامل النسخ. القلم خطه زي الزفت بس يلا. ترانسكريبشن فاكتور must bind to a region of the DNA called البروموتر اللي هو بيبدا يتعرف على البروموتر. the promoter identifies the start of a gene which strand is to be copied and the direction. طبعا اللي هو لك طبعا احنا عندنا البروموتر دي بتبقى موجوده على الانتي سنس او الكودنج اللي احنا بنسخن عليه. انا ممكن يجرى لي حاجه لو حد قال سنس حرفيا والله العظيم يجرى حاجه. احنا كل ده احنا على شريط الانتي سنس ده خلاص راح لسبيله مالناش دعوه بيه. تمام. عشان ممكن يجرى حاجه والله بجد. طيب اول ما عملنا بايندنج تقريبا خلاص كده مش خلاص احنا اول ما فكناه خلاص احنا كلنا على على الكودينج. طيب بعد كده بقول لك الار ان اي بوليمريز بايند تو ذا ترانسكريبشن فاكتور اند البروموتر. يبقى الكلام ده امتى؟ ده في في الايوكاريوت في الحقيقات. لكن في البكتيريا دي اللي هي البروكاريوت دي بقى فيها بقول لك الار ان اي بوليمريز دايركتلي بيرتبط بالبروموتر مش محتاج ترانسكريبشن فاكتور. يبقى احنا كده ممكن كده في كراستنا الجميله كشكولنا العزيز نكتب حاجه مهمه قوي. نقوم كاتبين كده نقوم كاتبين ان احنا عندنا
كاريون بيبقى محتاجين ايه؟ بنبقى محتاجين الار ان اي بوليميريز، حلو، زائد السيجما، زائد مين؟ الترانسكريبشن فاكتور. لا دي الايوكاريوت. اسفه، الايوكاريوت، كويس انتوا فكرتوا، الايوكاريوت ترانسكريبشن فاكتور. تمام. طيب لكن بقى في البكتيريا او اللي هي البروكاريوت لا، احنا محتاجين بس الار ان اي بوليميريز مع ايه؟ مع السيجما صابيان، بس كده، شكرا، مش محتاجه اكتر من كده. واللي كده ايه؟ بنتعرف على منطقه البروموتور. طيب في اي مشكله لحد دلوقتي؟ لا تمام. طيب بعد كده بقول لك ايه؟ ان الار ان اي بوليميريز بايند تو دي ان اي انتيسنس اهي، انتيسنس ستراند، حلو. at region processed the structure a gene called البروموتور اللي هي منطقه البروموتور يبدا من عندها which recognized by sigma بيعيد نفس الكلام. دي الغلطه اللي بقول لكم عليها في المنصه. البروموتور اللي اكتشف الحوار ده عالم اسمه برينو، اللي هي حاجه اسمها البلاندور، اللي هي اسمها ايه؟ البالندروميكس سيكونس. بس طبعا الترتيب مش كده، احنا قلنا الترتيب بتاعها كان ايه؟ ATA ايوه ATA GCTAT. TAT. مهمه قوي دي، هتيجي في الامتحان عشان معموله غلط في هو المنصة. نسى التي بس يعني وغير الشي. ده بايظه ملبس خالص، الدنيا. ده ملبسها خالص. ATA GCTAT دي اسمها ايه؟ بالندروميك. مهمه قوي، بالندروميك. بالندروميك والعالم بتاعها اسمه ايه؟ برينو. دي البي سايلنت. تمام. طيب ماشي. بعد كده بقول لك اهو تو كومبليمنتري ستراند ذيس allow formation اوف لوب الدبل هيكس. تمام. طبعا بيقول لك ان هو بيعمل يعني ايه؟ فاسيليتيت الانزيم في البايندنج انزيم يعني. طيب كلام بسيط. يبقى السيجما سابينت وظيفتها انها بتعمل ايه؟ ريكوجنيشن للفانكشن، انها بتعرفني. حلو كده. تمام. بس بيقول لك بقى ايه؟ ان البروموتور نوت ايوه، لا احنا عايزين دي لونها اصفر. بروموتور نوت ترانسكرايبد، ما تتنسخش. سؤال مهم جدا جاي في امتحان عشان انت تعرف في الميد تيرم، افتكرها لو انتوا قاعدين تحلوا كده والله تدعوا لي. ايه بقى ايه السؤال؟ منطقتين موجودين على الانتي سنس او الكودينج اللي هو بتاع الدي ان ايه ما بيتنسخوش، هما ايه؟ البروموتور والتانية اللي هي والترمينيتور. بروموتور ما بيتنسخوش. ماشي. دول ما خلاص تمام. طيب ما بيتنسخوش دول، البروموتور والترمينيتور. حلو قوي. طيب بروموتور نوت ترانسكرايب بات only act يلا act as a signal. اشاره هي عباره عن اشاره للبوينت اوف ترانسكريبشن، اشاره بس البدء فيها. وبقول لك انها بتحرك 10 نيوكليودات. هو ليه قال 10 نيوكليودات؟ ليه قال 10 نيوكليودات؟ ما احنا بنسيب اول 2 صح، بعد كده نبدا نعمل 8 وبعدها تبدا ايه؟ تعمل لها حركه غدر وتقول لها سكه السلامه صح. أيوة. فكده بقى ايه؟ 10 نيوكليودات. الحته دي مهمه. اند زين بيجي ايه؟ الار ان اي بيبدا بقى ايه؟ الار ان اي سانزيز يبدا يشتغل بقى ب 50 نيوكليودات في ايه؟ في الثانيه. طيب جميل خالص، المحاضره زي الفل. ماشي. دي ايه؟ دي اول خطوه كان اسمها ايه؟ اسمها التمبليت بايندينج. طيب الخطوه الثانيه اللي هي تشين انشيشن، بولي نيوكليوتايد تشين انشيشن. بقول لك اهو ان الار ان اي بوليمريز انوايند ذا دي ان اي تمبليت ان فرونت اوف ات، بيفكه ويبدا يشتغل. طيب الحاجه اسمها اللي هي اسمها ايه؟ الكور انزيم بقى. الكور انزيم احنا كده في الاولانيه احنا الار ان اي مسك يعني خلاص، مسك في الايه؟ في الانتي سينس. هيبدا بعد كده بقى يبدا يشتغل، فهو شغال كده بنسميها ايه؟ كور انزيم. بيقول لك موف انتل ميت ذا فيرست تو نيوكليوتايد ان ستراكشر جين، بيسيب اول 2. حلو. then add the first two nucleotide in growing RNA. يبدا بقى ايه؟ يظبط يعني بيسيب اول 2 ويبدا بعد كده يشتغل. طول ما شغال ده اسمهم ايه؟ الكور انزيم. حلو. these two new nucleotide bind together by على فكره الحته دي انا كنت بقولها في اللهم صل على النبي في الترم الاولاني. كنت بقول لكم ان احنا عندنا كده اهو، اللي فاكر يعني ان شاء الله هتفتكروه. كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان احنا عندنا مثلا ال A G T A T مثلا وليكن يبقى T T C A T A صح كده؟ فكنت بقول لكم القاعده الشريط والشريط بيعملوا روابط هيدروجينيه، لكن القواعد ما بينها وبين بعضها بتعمل رابطه اسمها ايه؟ فوسفوديستر صح؟ فوسفوديستر بوند. كانت مهمه قوي دي، وكانت جات لها في امتحان اخر السنه على فكره. المفروض يعني انا هتذكر، هفترض انكم فاكرين. بس انا كنت بقول ارجعوا للريكوردات بتاعه الترم الاول كنتوا فاكرينها، هنزل لكم ريكوردات. كنت بقول ان ما بين الشريطين بيعمل رابط هيدروجينيه، ما بين القواعد في الشريط الواحد بيعملوا حاجه اسمها الفوسفوديستر بوند. تمام ماشي. لا هي شهاده لسه يعني الفوسفوديستر لسه معاها. هوريها لكم في الكشكول القديم. فوسفوديستر بوند هنزل لكم بيها فوسفوديستر بوند. حلو كده. طيب
بعد يقول لك after forming dinucleotide chain they realized from their completely deoxy ماشي by breaking الهيدروجين بوند يبدا بقى يكسر في الايه في الهيدروجينات دي. طيب كلام بسيط خالص مش حاجه. نكمل دي بالنسبه لايه المرحله الثانيه هي تشين ايه انشيشن. يبقى احنا كده خدنا التمبليت بايندنج وتشين انشيشن. بعد كده البونيوكليتيك تشين الونجيشن هيبدا بقى ايه يكمل بقى. فبقول لك اهوت ان the elongation phase of transcription refer to the process through which nucleotide are aid to growing ال RNA chain. يبدا بقى ايه يقعد يخلي السلسله تنمو. تمام. طيب بقول لك after forming the dinucleotide chain the synthesis of mRNA continue بسرعه جاي في الامتحان 50 نيوكليوتيد في الثانيه عند 37 درجه اللي هي درجه حراره الجسم بتاعنا يعني 50 جاي في الامتحان ماشي. طيب بيقول لك after forming ال 8 نيوكليوتيد تشين سيجما سابيوت separated and the synthesis of mRNA continue under control core enzyme. اهو بعد ما بنعمل 8 يبدا الكور انزيم يشتغل. ليه الكور انزيم يشتغل؟ عشان البروموتور بيختفي. يبقى تاني عشان الحته دي مهمه يا جماعه. هو بيسيب اول 2 ساب اول 2 بعد كده يفضل شغال 8 اول ما بيخلص 8 البروموتور سكه السلامه. طب اما سكه السلامه يبدا الكور انزيم يشتغل. الحته دي مفهومه مهمه قوي دي. طيب يبقى افتر فورمينج ايه 8 نيوكليوتايد بيبدا ايه الكور انزيم يشتغل ماشي. طيب لان البروموتور بتختفي بسبب السيجما سابيوت بتروح ودي يعني ايه صوره يعني بتوضح الكلام ده. تمام. بعد كده اخر خطوه اللي هي الايه البولي بيبتايد تشين تيرمينيشن. يبقى احنا خدنا اللي هو التمبليت بايندينج بعد كده انشيشن بعد كده الونجيشن اخر حاجه تيرمينيشن. بقول لك بقى الرينيسانس will continue along the DNA template strand until the polymerase encounters a signal that tells it to stop. حاجه بقى بتوقفه تقول له ستوب او تيرمينيت اللي هي بنسميها ايه بقى الترمينيتور. حلو. والمنطقه دي ما بتتنسخش اسمها ايه المنطقه ترمينيتور. بقول لك also ترمينيتور بقى فاكتور كل مين بقى اللي بيعرفنا الحوار ده رو فاكتور. يبقى مهم حته الترمينيتور والرو فاكتور دي. حلو. and the termination signal may be ايه رو اندبندنت او رو يعني بقول لك ان هو ممكن تبقى يعني يعني بقول لك على فكره مش شرط الرو فاكتور يعرفني ممكن يعرفها من غيرها. يعني في بعض الحاجات ممكن اعرف الترمينيشن بواسطه الرو فاكتور وساعات اعرفها من غير الرو فاكتور تتعرف لوحدها. ايوه ماشي. يعني دي برضك ايه حالتين ممكن يقولها يعني. طيب نكمل كده ماشي. بعد كده بقى كده احنا خلصنا كده الام ار ان اي طلع بس الام ار ان اي طلع كده شكله وحش شكله مش حلو. طب احنا بقى عايزين نعمل له شويه موديفيكيشن بنسميه بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن. بنسميه ايه بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن. طيب بيقول لك بقى ايه بيقول لك اهو ان التعريف بتاع ايه انها موديفيكيشن which occur to البري ام ار ان اي اللي هي بريجرز ام ار ان اي before it realized to cytoplasm for translation. وفي البروكاريوت مش محتاجين ده. بصوا يا جماعه حوار الموديفيكيشن او التعديلات اللي هي بتاعه الكاب والديل واللي انا اشيل الانكودنج مش بتحصل في البروكاريوت بيحصل بس في الايه. يبقى انا كده في عندي حاجتين مهمين قوي ذكرتهم في حوار الاوليات والحقيقيات. الاوليات ايون اللي هي بتاعه البروموتور بنتعرف دايركت بايه بالسيجما سابيون. لكن في حقيقيات كنا لازم ايه حاجه اسمها ترانسكريبشن فاكتور. الحاجه الثانيه ان البرو ما بيحصلهاش تعديلات في الام ار ان اي على طول دايركت بيروح على طول الايه للسيتوبلازم. لكن في الحقيقيات لا ده احنا محتاجين ايه نعمل تعديلات. حلو كده مهمه قوي دي. واقول لكم على حاجه الام ار ان اي وشكله معفن هو لسه معفن اسمه بري ام ار ان اي. بري ام ار ان اي. طب لما يبدا بقى يبقى نضيف بنسميه ايه بنسميه بوست. عشان كده اسمها كان ليه كذا اسمه بوست او سيتوبلازميك او فاينل او بروسيسد دي كلها اسماء ليه هو نضيف. يبقى هو قبل التعديل اسمه برو ام ار ان اي بعد التعديل اسمه ايه بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن سيتوبلازميك ترانسكريبشن كده فاهمين فاينل هو اسماء كتير. المهم نعرف هو معفن لسه اسمه ايه لسه بري او بري لسه بدائي حاجه كده لسه بدائيه. طيب بيقول لك اهو ان في الايوكاريوتس بيقول لك ان primary transcripts that are to be translated into protein modified in the nucleus there ايه عندنا 3 حاجات. قلت ايه نحط الكاب والديل ونشيل المالتي نانكود نقراهم بقى بشكل علمي عشان مش هنقول كاب وديل. اول حاجه addition of cap مهم اول الحته دي. modified احنا الكاب ده بيبقى عباره عن ايه بيبقى عباره عن جوانين نيوكليوتايد بيسميه 7 ميثايل جوانيزم جوانيزين 7 ميثايل جوانيزين مهمه قوي دي برضو ممكن تيجي 7 ميثايل جوانيزين. تمام. او بيسموها 7 ام جي كاب دي اللي بتضاف عند النهايه 5 شرط. انا عايزه بس ارسمها. احنا قلنا ان الام هات لون تاني احمر. انا قلت الام ار ان ايه ده بيبقى ايه من 5 شرط ل 3 شرط. حلو كده الكودينج من 3 ل 5. ايوه الله اكبر
بنت ديت ما شاء الله عليها. طيب من 5 شرط 3 شرط. الكاب انا حطيته عند ايه؟ عند 5 شرط، وده بيتكون من حاجه اسمها ايه؟ 7 ميثايل جوانيزين. تمام. طيب اديشن للتيل بيقول لك عندنا حاجه اسمها البولي 8 اللي هو انتوا مش هتقول يعني معلش اكيد مش هتقول عادي، فاسمها ايه؟ بولي 8 تيل. بولي 8 تيل اللي هي عديد الآت. حلو كده. ماشي. طيب ودي بيتضاف في ايه؟ في التلاتة شرط. جميل. طيب اخر حاجه بقى اللي هي حاجه بنسميها الار ان ايز بليسي. ايه ده اسم ايه الاسم العجيب ده؟ اسمه سبلايسنج. ما هو يا شباب ده نفس اللي احنا بنشيل النون كود، بس هو بس بيحب ايه يكبر الحوار. طيب الار ان ايز بلايسنج بيقول لك ان eukaryote gene contain region that are not translated into protein. These region of DNA are called introns. الانترونز دي اللي ايه؟ النون كودنج. حلو. ماشي. وبعدها بيقول لك must be removed، لازم نشيلها من الام ار ان ايه باي بروسيس بنسميها الار ان. يعني احنا بنشيلها ازاي؟ يعني احنا ازاي بنشيل مناطق نون كودنج؟ عن طريق عمليه اسمها الار ان اي سبليسنج. حلو كده. يبقى احنا بنشيلها عن طريق عمليه اسمها ايه؟ الار ان اي سبليسنج. عرفتوا يعني ايه ار ان اي سبليسنج؟ ماشي. طيب تمام. السلايد ده كله هو والله ولا اتشرح في المنصه ولا اتشرح والله ولا اتشرح في حاجه. انتوا بس تبقوا عارفين طبعا ان المناطق الكودنج اسمها اكزون. حلو. ماشي. دي مهمه قوي، مناطق اسمها اكزون. والله ده هم اتشرح خالص بس احنا هنقراها. بس الحته دي مشروع دي مهمه، لكن الجزء اللي يعني بصوا كده الجزء اللي تحت ده ما اتقالش، اللي هو من اول هنا ما اتقالش. تمام. طيب بقول لك هنا ايه؟ اي حته بتاعت اللي هي سبلايسيسومز دي. طب تعال نقرا. بقول لك اهو remaining protein of DNA that are translated into protein are called الاكسون. دي اللي هي ايه؟ الاكسبريس او اللي هي اللي هي كودنج في لكن النون كودنج كان الانترو. بقول لك after intron derived region are removed from the mRNA the remaining fragment derived from الاكسون are spliced together to form a mature. ما هو بقى بعد ما بنشيل الانترونز بيبقى بقى الام ار بيبقى ماتيور، بيبقى اللي هو بوست او ماتيور او بروسيسد او سيتوبلازميك او فاينل حاجه نضيفه. نضف اي هو نضف، لكن كان معفن هو ما كان اسمه ايه؟ برو او بري ام ار ان اي. طيب ماشي. بقول لك ايه؟ process of RNA is carried out by complex of protein and small RNA molecules called ايه؟ spliceosomes. يعني ايه بقى الحته دي بقى؟ عشان احنا تهنا والله لازم صدعنا. ايه بقى الحوار ده؟ ايه السبلايسوسومز؟ هو انا قلت لكم ايه؟ انا قلت لكم اللي احنا اما بنيجي نشيل الانترونز وبنسيب الايه؟ مناطق الكودنج اللي هي الاكزون بيبقى ماتيور صح؟ ولا بنشيلها عن طريق عمليه اسمها ايه؟ الار ان ايه سبلايسنج. حلو. طب بقى مين اللي هيعمل الحوار؟ يعني بقول لك بروسيس الار ان سبلايسنج، عمليه الار ان سبلايسنج دي بقى مين اللي هيعملها الحوار ده كله؟ بنسميها ايه اصلا؟ اللي احنا بنعملها بروتين والسمول ار ان اي موليكيول بنسميها سبلايسيسومز. اسمها جاي من سبلايسيسومز. يبقى احنا عندنا ار ان سبلايسنج والسبلايسيسومز. حلو كده. تمام. ار ان سبلايسنج وايه؟ والسبلايسيسومز دي اللي هي ايه؟ اللي احنا بنشيل الانترونز من عشان يتحول لماتيور. جميل. طيب الجزء ده كله هنقراه على السريع. بقول لك هنا ان الار ان اي كومبوننت اوف سبلايسيسوم از كولد سمول نيوكلير ار ان اي اور اس ان ار ان اي. وبقول لك الاس ان ار ان اي اللي هي السمول نيوكلير ار ان اي ده اختصار ليها يعني. حلو. بقول لك انها جوينت توجذر ويز بروتين تو فورم سمول نيوكلير رايبو. طبعا لازم تبقى رايبو. وسمول رايبو نيوكليو بروتين ده اند اذر بروتين توجذر فروم سبلايسيسوم. الكلام كله ايه ولا اي لازمه يعني. حلو. ماشي. طيب عايزين بقى نعرف ايه اهداف الحوار ده. احنا قلنا 3 تعديلات، حته الكاب والتيل والايه واللي هي الار ان اي سبلايسنج. طب ايه بقى اخر السلايد بقى معانا؟ ايه هو وظائف يعني بعد ما عملت؟ احنا كنا قلنا 3 حاجات قبل ما اقرا. قلت اول حاجه ايه؟ كانت شهاده قالتها وكنت قلت ايه؟ التعديلات دي وظيفتها اهميتها ايه؟ هو الادنج للتيل. ايوه اللي هو كنا بنعمل يعني وظيفتها عشان الانزيمات ما تتعرفش عليه في السيتوبلازم، عشان نعمل انزيمات. وكنت قلت عشان الريبوسوم تساعد في عمليه الترجمه، وكمان ان هو يقدر ينتقل بسهوله من نيوكليس للسيتوبلازم. نفس الكلام اهو. بقول لك اول حاجه انها انهانس ذا موفمنت اوف mRNA through nuclear pores into cytoplasm، ان هو بيسهل له ان يخرج من عن طريق البورز بتاع الايه النيوكلير انفولف. بعد كده بقول لك بريفنت اهو destruction of mRNA by الهيدروليتيك انزيم، اللي هو بيمنع الانزيمات اللي موجوده في السيتوبلازم انها تحلله. واخر حاجه هيلب الريبوسوم اتاتش during ايه ترانسليشن. بس كده اهو. وديت رسمه للايه او الام ار ان اي من 5 شرطه ل 3 شرطه. دي منطقه ان ترانسليتد مش بتترجم، ودي برده ما بتترجمش. حلو. هنا بيبقى الكاب، هنا بيبقى اللي هو التيل اللي هو بتاع البولي انتي ايه
انا اقول خلاص احنا عرفناها كده. تمام. وطبعا الكودينج مش هتبقى نون كودينج، مفيش نون كودينج بقى اهو. تمام. ده الرسمه بس كده. صح. ايه رايك في المحاضره؟ حلوه حلو. سهله صح كده. اه. طب انا عايزه بس اختم بحاجه كده صغيره. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول في القران ايه؟ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يعني ايه بقى؟ كتر الصدقه اللي بيدي وبيعطي صدقه ربنا هيسره في كل حاجه، فسنيسره لليسر. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. الرسول قال برضو في حديثين: ما نقص مال من صدقه، ده حديث الاول. والحديث الثاني قال ايه؟ قال داووا مرضاكم بالصدقات. يعني لما حد يبقى تعبان ممكن كتر العلاج ما يساعدوش، لو انت تبرعت بنيه ان هو يشفى ان شاء الله. طب انت بتقول الكلام ده يا ياسمين؟ في ناس حبايبي جدا يعني ناس واثقه فيهم بيبداوا بيجمعوا تبرعات يعملوا شهر رمضان. فاظن فرصه حلوه ان احنا نبدا ايه يعني نحاول نتبرع ولو حتى ب10 جنيه باذن الله. تمام. فانا هسيب لكم الارقام موجوده على في اول كومنت او في الديسكريبشن، تتواصلوا معاهم تحولوا فودافون كاش او ممكن تقابلوا في الكليه نجمع الفلوس من بعض ونديهم يعني. تمام. حلو كده. تمام. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله. يا نهار ابيض. استنى لسه